سلام الله على الجميع. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة، وتلقاكم كامل هانيين ومتهنين. اليوم من مطبخنا وأمي راح نحضر معكم وصفة أمازيغية تقليدية 100%، يحبوها كامل القبايل وكامل نعرفوها خاصة في فصل الشتاء. وصفة بزاف بنينة اللي هي وصفة تيكربابين أو طعصبان كما نقولوا لها حنا، أو العصبان، لأنه الاسم وطريقة التحضير تختلف من منطقة إلى أخرى. إن شاء الله الوصفة تعجبكم ونتبادلوا الوصفات التقليدية ونتعرفوا على العادات والتقاليد. مباشرة المقادير وطريقة التحضير. هنايا كما تشوفوا بسم الله عندي الخضار اللي هو الأساسي في الوصفة. عندي لوبيا مشطو، هنايا لوبيا مشطو سبق وحضرتها كيفاه نخبيها في المجمد فقط بدون ما نغسلها. كي جبدتها فقط غليتها في الماء والملح. وعندي الخضار، عندي الخردل وعندي الجريوات وعندي ثاني الزرودية ولا السنارية. الخضر تبقى اختيارية. وعندي البصل، حبة بصل كبيرة مرحيتها وحبة تاع طماطم. وعندي الثوم، وثاني عندي حفنة تاع الحمص. والتوابل فقط عندي الفلفل الأحمر وعندي الفلفل الأسود وعندي ثاني راس الحانوت والزيت. وهنايا مباشرة نصبتها أنا بالدجاج، ممكن تنصبوها بالقديد واللي هو الخليع، وثاني ممكن باللحم. ودرت البصل ودرت الطماطم، نقلي فقط الدجاج حوالي 10 دقائق باه يتنكه ويجيني بنين. ودرت فيه الزيت المائدة، ودرت فيه الثوم ونصف ملعقة كبيرة تاع الملح. هنايا الزيت الوصفة الأصلية حنا القبايل نديروها بزيت الزيتون، لكن اليوم درتها بزيت المائدة. وندير ثاني راس الحانوت من نصف ملعقة، لأنه البرمة كبيرة نديروا التوابل قيس تاع البرمة اللي درتوها. وهنايا درت الحفنة تاع الحمص وضفت الخضار اللي هي لوبيا موشطو والسنارية والخردل. وديما نقول لكم العادات والتقاليد يختلفوا من منطقة، حتى هنايا في منطقة بجاية حنايا تختلف الوصفة والخضر ثاني من كل واحد واش يحب يدير الخضر. هنايا بعد ما قليتها نحرك البرمة تاعي باه ما تلصقليش في البرمة. وهنايا نمرق عليها بالماء يكون سخون. وضفت عليها في الاخير الفلفل الاحمر. هنايا ما نضيفش الفلفل الاحمر لانه في البرمات يتحرق والمرقه تاعنا ما تجيناش مليحه. نفس التنصاب تاع الوصفه هذه هي نفس تاع الطعام، فقط في الطعام نديروا القزبر والفلفل الاسود. وهنا درت راس تاع الحانوت. بعد ما نمرقها نخليها تطيب حوالي نصف ساعة، نصف طياب، يعني البرمة تطيب نصف طياب باه نجيو للعجين. هنايا العجين هنايا تاع تيكربابين عندي بصلة كبيرة وثوم، وعندي ثاني القزبر، وعندي النعناع اللي هو أساسي فيها، نعناع بالأوراق الطازج ونعناع ثاني يابس، والفلفل الأحمر والملح ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة تاع القزبر. هذه هما المكونات. هنايا عندي كيلو تاع سميد يكون متوسط. هنايا السميد المتوسط نفسه اللي نستخدموه في المقروط، ولا احنا بالقبايليه نسميوهم اوزان يعني سميد يكون متوسط. وعلى الكيلو الواحد نضيف عليه نصف كوب تاع الزيت. هنايا ممكن تستخدموا زيت المائدة ولا زيت الزيتون كما الوصفة الأصلية. هنايا درت انا مقادير تاع الكيلو. درت ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر، ملعقة صغيرة من القزبر، وثاني الثوم، ودرت بصلة، ودرت ثاني معاه النعناع اللي هو اساسي في الوصفة طازج، ودرت ثاني النعناع اليابس، وملعقة صغيرة تاع الفلفل الأحمر. وقلت لكم على الكيلو نصف كوب تاع الزيت. هنايا الزيت والسميد لازم مقادير مضبوطة، لأنه إذا زدنا فيه الزيت هنايا راح تتفتت كي نديروه في المرق ما تلقاو والو. وإذا قللنا ولا إذا قللنا من الزيت نلقاوها يابسة أو متعجنة. هنايا باش تعرفوها انها دات حقها من الزيت، شوفوا كي ندير هكذا بيدي نلقى العجينه حاكمه روحو.
نلقى السميد تاعي حاكم روحو. شوفوا هنايا ما نزيدلهاش الزيت، فقط واش ندير هنايا كيما تشوفوا لاستيوس تاعنا. واش ندير هنايا؟ نهز من المرق، نهز 4 مغارف كبار، مغرف العشاء كيما نقولوا، مغرف العشاء، نهز 4 منه تاع المرق ونديره في العجين. هنايا يزيد له الطعم ويزيد له البنه، لانه العجين هنايا كيما تشوفوا ما فيهش اللحم، راح نكهه بالمرق. هنايا الطريقه قلت لكم تختلف من منطقه لمنطقه، كاينين ما يستخدموش المرق يستخدموا مباشره الماء، وكاينين يستخدموا فقط الماء ما يستخدموش عفوا يستخدموا فقط المرق ما يستخدموش الماء. هنايا نضيف الجريوات تاعي قلت لكم باه تحافظ على شكلها. وهنايا الشيء اللي بقى لي نضيف الماء. هنايا بالضبط ضفت 2 أكواب تاع الماء. بعد ما درت لها 4 مغارف كبار تاع مغرف العشاء عفوا تاع المرق، نضيف 2 كوبين بالضبط تاع الماء. ونبقى هنايا ما نعجنش، نحاول نلم فقط العجين ما نعجنش، لانه اذا عجنت راح تتعجن. هذه هي الوصفة قلت لكم تاع تيكربابين تاع منطقة بجاية بالضبط. وهنايا قلت لكم الخضر اختيارية، ممكن اخرين مناطق يديروا فيها الكرنب ثاني. نبقى ندخل في الماء في العجين. قلت لكم ضروري ما تعجنوش، فقط لموها، حاولوا تلموها. هنايا كي نحس انه بدات كيما الكفته تلمت معايا، فقط نشكلهم كيما شفتوا. هنايا ما عجنتش نهائيا، هاي ليك تشكلت معايا قسمه تتشكل معكم فقط. هنايا نشكلهم كيما نشكلوا الكفته، نلوحوهم في المرق. وهنايا الحجم يبقى اختياري، تاع باكر يديروهم كبار خلاص، حنايا دركا نديروهم متوسطين ولا صغار. وهنايا نديروهم محدبين. علاه الاخرين يسقسيو علاه نديروهم محدبين، ناس نساء تاع باكر يديروهم محدبين من الجهتين على شكل بيضاء باه يزربوا يطيبوا. هاهم ليك بعد ما شكلتهم كامل. بعد ما شكلتهم كامل هنايا واش ندير؟ درت نصف ملعقة طماطم مصبرة وحليتها في القليل فقط من الماء. هنايا نحلها في القليل من الماء علاه باه تعطي لي المذاق، وثاني تعطي لي اللون للمرق تاعي. كي نحلوها في الماء تجي احسن بكثير على نلوحوها هكذاك وحدها. هنايا المرق تاعي بعد حوالي نصف ساعه يعني نصف طياب، وضفت الجريوات باه ما ننساهاش. وثاني حاجه نضيفها هي مهمه في الوصفات التقليديه هي الفلفل والطماطم هذه اليابسه تاع الصيف، طماطم اليابسه تاع حب نشفوها في الشمس في الصيف، وفي الشتاء نديروها في وصفات تقليديه مثل العيش ومثل هذه الوصفه. بعد ما ضفت كامل الاضافات هنايا الكربابين تاعي بعد ما كورتهم نبدا نرميهم في المرق كيما نديروا الكفته. وصفه سهله جدا. وهنايا الطياب، نجي للطياب تاعهم. الطياب تاعهم العجين هذا يدي في الوقت بالضبط ساعه، حسبوا له ساعه بالضبط، ولا كيما عرفونا ولا علمونا جداتنا وامهاتنا تاع بكري يقولوا انه الكربابين هذه كي طيبوهم وين تعرفوهم طابو، كي تحلوا الغطاء تاع البرمه تاعكم تلقاوهم كيما يقولوا هما بلغتهم رماو هذاك السميد رقيق في المرق ولا في الغطاء تاع البرمه، ثم تعرفوا انهم طابوا فعلا. بعد حوالي ساعه كي نحلوا الغطاء نلقاو هذاك الغطاء كامل معمر بالفتات هذاك رقيق تاع السميد. هاوليك بعد حوالي ساعة بالضبط شوفوا كيفاه طابت لي ما شاء الله. المرقة تاعي خاثرة والخضر حاكمة روحها وطابت لي ما شاء الله. وشوفوا الحواف تاع البرمة تاعي فيه الفتات هذاك تاع سميد. وكما تشوفوا الكبابين تاعي ما تحلوش لاني درت لهم قيس مقادير مضبوطه تاع الزيت. وهاوليك في الشكل النهائي في طبق التقديم.
هذه هي الوصفة تاعنا، تاع القبايل، تاع منطقة بجاية بالضبط، تاع صبانت أولاتي كربابين، وقدمتها في طبق تقليدي. وهنايا نجي نقسمها معاكم. شوفوا كي نقسموها تتفتت وحدها وتجي بنينة وتجي أكثر من رائعة، خاصة رائحة النعناع فيها. ومع الشتاء الوصفة هذه بزاف توالم الشتاء وغنية بالخضر. هذه هي الوصفة تاعي لنهار اليوم، تاع صبانت أو تكربابين تاع منطقة بجاية، وثاني فيها الفلفل والطماطم هذه اليابسة. وصفة نحبوها كامل في منطقة القبائل. إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم. إلى هنا ينتهي الفيديو تاعي لنهار اليوم. إن شاء الله الوصفة تكون نالت إعجابكم، وإذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لي رأيكم طريقتكم في إعداد هذه الوصفة. إلى الملتقى وفيديو آخر، وألف سلام.